وينه هلا؟ على وصول. شي والقصة اللي حكيها وليد؟ وليد قال انه زته بالنهر، بجوز هو يكون نفد حاله. بجوز ما يكون هو اللي تعرض لزاد، طلع بهالكذبة وعمل مراجل مشان يخبي عملته الواطية. يا جماعة الخير الله يخليكم، أنا رح شوفه لشاهين أفندي وأفهم منه السيرة كلياتها. أنا هلأ بس بدي منكم تساعدوني. شو رح تعمل عمي؟ بدي نخليه على راحته. الضربة اللي أكلها على راسه نسته أهله وناسه. أنا جبته على الحارة بغرض إنه يخليه يتذكر. وبركي طلع ما هو. كون صفيت ذمتي قدامكم قدام رب العالمين. أنا كان فيني أتركه بحيفا بس هي ناقصة، أنا ما بعملها بنوب. أنا رحت على حيفا مشان جيب هدية عرسي، وهي هي الهدية. قبضاي من ظهر قبضاي، اتكل على الله ونحن ما رح نقصر. خليه يتذكر على راحته. زهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، أهلا يا قبضاي، شرف. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. اقعد حتى عمي اقعد. يعطيكم العافية. الله يعافيك. سبحانك يا رب. اهلين عمي اهلين. بالمهل يا عمي. شرفت. شرف إلي عمي. خذ راحتك عمي، الجماعة صار عندهم علم بكل شيء. البركة فيك أبضاي بهالوجوه الطيبة. يا لطيف أحسن شيء. عمي أنا اسمي صالح، وبإذن الله خيك. إذا كنت زيد أو عبيد أو مين ما كنت، يشهد الله شوفتك ردت لنا الروح. أنا تشرفت فيك عمي صالح. البركة فيكم بالقبضاي، يعني أنا أجيت لهون على الحارة لحتى أخدمكم، وإن شاء الله ما بتشوفوا مني أي تقصير. شرفنا فيك يا عمي مين ما كنت تكون، وشو ما بيلزمك نحن بخدمتك. الله يسلمك. ما تعتل هم التوتن ابدا. في عندي ساعه خربانه بكره بجيب لك اياها. ونحن بس نفتح الدكان وكل شيء بيصير بإذن. ولا تعتل هم الدكان، كل الدكاكين بأمرك جوا الحارة وبرا الحارة. يلا يا بي، الجماعة جايين من سفر وتعبانين بدهم يرتاحوا. والله يا بيي مالي قلب روح. روح صالح روح، بكرة الصبح عاوزك موضوع ضروري. ذكرى قبضاي. بالإذن. يا الله. السلام عليكم. الله معك. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا وانا بدي اتيسر على بيتي. عاوزيني بشي يا جماعه؟ يلا بتيسر معك، عايزك بكلمتين. شرف. يلا بنروح سوا. شرف. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بكرة إذا ناقصك شيء بتروح أنت وصالح بتجيبه للدكان. إيه أنا يعني جبت عدتي معي، بس ممكن نقصني طاولة بكرسي بس. حلو كتير. شارف روح معنا على البيت معناها. لا من بعد إذنك بضاي، الله يخليك. أنا خليني نام هون اليوم، بكرة بركي بدبر لي شي مطرح نام فيه. يعني الحجة لما شافتني تكركبت كتير. خلاص معناها حنا بدير باله عليك. ما بدك توصي ها؟ ما تعتقد من زعلان. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو جاي على بالك تتعشى؟ الله يخليك عفيني، أنا ما بدي آكل. لا ما بصير. إذا بتعمل لي قهوة بكون ممنونك. إيه مو على عيني. حتى ولو كان زيد بتضلها محرمة عليه. نحن أعلنا الوفاة وكريمتكم دخلت بالعدة وخلصت. يعني هلا هي بحكم المطلقة، ولترجع تصير حلاله لازم نكتب لهم كتابه من أول وجديد. كتر الله خيرك شيخي، ما قصرت. خير الله. في شغلة تانية. خير إن شاء الله. صارت مشكلة بغيابك بين حنا وحمدي الحلاق، وبدنا نحلها بمعيتك. مقضية شيخي. على بركة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو عم ابو حسن، شو قصة المشكلة بين حنا وحمدي؟ شو بدك بحنا وحمدي؟ المهم هلا قصتنا نحن. عم نستنى لنشوف شو حيطلع معه،
اهم شيء ما ضل عم ينكر. ان شاء الله. وهي بتكون اغلى هديه منك يا قبضاي. بيستاهلوها. بدك اروح معك بكره؟ لا، ما في داعي تعذب حالك عمي ابو حسن. هني سؤال وجواب. اتكل على الله. ونعم الاتكال. الله معك. وانا مين بده يجيب لي هديتي؟ اللي محيرني إذا بده ينكر إنه هو زيد، ليش لحتى يجي معك بالأساس؟ يعني يا أما إنه هو فعلا ماله زيد، يا أما مشان ما نشك فيه مثلا يعني. شلون صارت هي أخي؟ أختي، لو ما رضي يجي مع راغب كنا شكينا إنه هو زيد وعم يتهرب، بس جيته لهون بتأكد هذا الشيء. والله ما بعرف يا خال. بس أنا يلي بعرفه إنه الرجال يلي شفته بالأوضة هو ابني زيد، سمعانين؟ ابني زيد، لا يوسف ولا غيره. لك يا مو ما اتفقنا ما بصير تطلعي تشوفيه؟ الله يخليك يا أمو، بضلنا غالي، الله يخلي لي إياه. يعني شلون بدك يعني ضل قاعدة بالأوضة وابني يلي بكيت عليه وندبت عليه عايش وقاعد بالأوضة يلي جنب مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعطيك على هونيتك يا ابني، الله يعطيك على هونيتك. حتى لو شكيت إنه ماله زيد كنت بدي جيبه معي. الله يعين هالمسكينة نريمان. قديش قالت إنه زيد عايش، زيد ما مات، زيد ما مات، ما كان حدا يصدقها. شو رح نعمل هلا؟ انتوا ادرى يا شاهين افندي، نحن اتهمنا وليد فيه وانا واجبي خبرك. بعرف بس المشكلة انه ما لقينا شتة وليد صار بجهنم. ليش هيك عمل برايك؟ عارف انه نهايته يا ميت يا محبوس. بجوز طلع على الخبرية لحتى يغطي عن عملته السوداء ويصير له عين يطلع بالمحابيس. هيدا اذا افترضنا انه الموجود بالحارة هو خيك. بجوز طعنه لاخي فعلا وزته بالنار، بس اخي نفد منه. المشكلة انه هو ما عم يتذكر شيء. بجوز كان قايل لي انه في معه امانة لك بده يعطيك اياها. امانة شو؟ انت طعنته ولما رجع على الحبس ما طلع عليه الضوء. بجوز كان عم يكذب علينا بس حتى نصدق انه قتل خيك. بجوز. انا لازم اشوفه واحكي معه. بدي مون عليك يا شاهين افندي انه نأجل هالموضوع شوي. ما بدي اياه ينقز وينفر من اول يوم. ما بدك تعرف اذا هيدا خيك ولا لا؟ بلا، بس اجل لي الموضوع شوي. طيب اعطيني عنوان الساعات بحيفا وخليني انا اتصرف. هيك بكون ممنونك. ما بدي اكثر من هيك. كيف نجيب افندي؟ مشلوش مثلنا. بعده قلقان؟ لازم يقلق. قل له ما يقلق، انا طلعته من القضيه نهائيا. ما بهين علي يسلم ابن بلد للعسملي. مو غريب عليك شاهين افندي. الله يشهد انك نمر، ولا تواخذني. الله يلعن ساعة الغضب. شو لص عنا؟ ما حملني راسي، ضربته. شو طلع معك؟ ربيته لهالواطي. ربيته ما اختلفنا.
شو بدي مرق لك يا هي؟ هيك صار. رح روح على دكانة زيد، بس ارجع بشوف شو بدنا نحل هالسيرة. يلي بتأمره أنا جاهز أبضاي، بس إذا إلي خاطر عندك لا تغصبني على شيء احكيه، لا خير ولا شر. خير خير. أعطيني كلمة أبضاي. لا لك خير، خلص الكلام. خير يصيبها مهونة. هلا حمدي بده قطع لسان على اللي قاله، بس بيبقى حمدي ابن حارتنا وحنا الغريب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله ابن حلال يا راغب، بعدنا بسيرتك. كنتوا بسيرتي ولا بسيرة حنا الغريب عمي أبو صالح؟ على كل أنا جاي أحكي بقصة حمدي وحنا، لازم نجمعهم للشباب ونحل الموضوع. بعد إذنك يا بيي، أنا عزمت زيد لعنا على الغدا، هيك بنجمعهم كلهم وبتتم الصلحة عنا. إيه؟ شو عليه؟ بصير كمان. شو اعتمدنا بخصوص ضيفك أبضاي؟ شلون يعني شو اعتمدنا مشان ضيفي؟ إنه من نديله زيد ولا يوسف؟ عيط له اللي بدك إياه عمي أبو صالح. لا تنسى تخبره لحمدي. ما تعتل هم أبضاي. أودعناكم. بأمان الله. الله معك، أنا جاي معك. وعليكم السلام ورحمة الله. بصراحة ما بدي ضايقك بالسيرة، بس أنت أدرى بوضعي. اسمعك كلمتين حلمين. هاي الحارة حارتك، تقعد فيها معزز مكرم مثل أي واحد فينا، بس إذا كان أنت بدك تمشي أنا ما بقدر أمنعك. والله يا أبضاي أنا إذا بترجع لي ما عبالي فيلم من هون. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع معنا، ظبط لي أمورك، كل شيء بدك إياه وكل شيء ناقصك أنا راكبتي سدادي وخلص الكلام. الله ما يحرمني منك ويهنيك برجعته. تعيش الله يخليك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. إن شاء الله عزمتك الدكاني. اهلين بالقبضاي. اهلين. منيحة الحمد لله. إن شاء الله عيد الرزق. لسه ناقصك شيء؟ لا مو ناقصني شيء، ان شاء الله هيك بكره او بعد بكره برزق الله بنفتح المحل. ومشان الغله اخي شيلنا من الغله هلا بعدين نحكي بهالسيره. شو كان بدي اقول لك؟ اي مسيك هدول. لشو هدول؟ انا الزعيم لحتى يجي اخي زيد، بس يجي زيد بصير الزعيم. وليش بقى؟ وصية الوالد. الله يرحمهم، صاروا بديار الحق. بس ليش لحتى اخوك الصغير يكون الزعيم وانت موجود؟ انت بدك تقول لي ليش مو انا. مو ظابطة، ما حدا بيستاهلها غيرك. الله يرحم والدك ويرحم اخوك. تعيش وتترحم. بتعرف تصل لبيت ابو صالح؟ بدبر حالي. رابعت لك حنا بتجوا سوا. مثل ما بدك. بخاطرك. الله معك زعيم. عم بسمعك حمدي. والله تبهدلنا بغيابك يا أبضاي، تبهدلنا وانقطع رزقنا. تبهدلنا فهمناها، انقطع رزقك ليش؟ مين جابرك ما تنزل على دكانك؟ مين مانعك؟ كيف بدي انزل؟ كيف وحنا ومعه 55 واحد عم بيهددوني بالقتل، مين بردن عني؟ مين؟ انا بردن عنك، انت لا تخاف. ماشي. وانت شو وجعك؟ ليش ما عم تنزل على الحارة؟ والله رحنا دربكة يا أبضاي. على دربكة يا أبضاي؟ ما عندي السبب. أنا السبب حمدي؟ عندي السبب. أنا السبب. أنت أنا السبب. يا شباب لا إله إلا الله، روح شوي. احنا اجتمعنا اليوم بمعية الأبضاي تنصفي القلوب، الله يرضى عليكم روغوا لنا يا شوي. طيب عاد وحنا وينه حنا؟ ليه ما اجى؟ كيف بدنا نتصالح وما اجى؟ خايف يجي لانه انا هون؟ انا منعته يجي لهون. فهمت شو وجعه؟ قلت له روح جيب زيد، وقت بيجي لهون بسمع منك بفهم شو وجعك، بعدين بجيبه وبعدك انت وياه بصافي القلوب. بارك الله فيك يا ابو ضايق. يلا سمعنا. يلا. بلا طول سيرة. وبلا طول سيرة. والله يا ابو ضايق.
بدي اسالك سؤال. انت خطر لك شي مره تسال حالك ليش الناس بتضل تقول لك بلا طول سيره حمدي؟ والله يا بضاي سألت حالي هالسؤال واكتشفت انه الناس بتبقى متشوقة لتعرف النهاية. طيب من الاخر، انت شايف حالك على حق؟ شو بدي اعمل يا بضاي؟ انا حلاق، والحلاق بيحكي سير لزبوناته، يعني اصول الصنعة. بس هي مو حيالله سيره يا حمدي. انت حكيت على حنا بغيابه وما عندك دليل، وهي مالك حق فيها. حمدي محقوق ما في شك، ولازم يستسمح حنا. شرف حنا. يا عم صالح. الريف. رحت على المحل دورت عليه ما لقيته. لازم يكون اجى لحاله اليوم. ابصر وين بيكون. شرف حنا، اهلا وسهلا فيك شريف. اهلين عم صالح. انا مستعد سامحه وبوس شواربه كمان، بس شرف حنا شرف. يسعد مساكم يا رجال. اهلا وسهلا. شو شايفك لحالك؟ وين ضيفنا؟ مريت لعنده على الدكان ما لقيته، فكرته اجى وحده لهون. شرف حنا شرف، اهلا وسهلا فيك. تسلم ابو صالح. الغايب حشته معه عمي، خلونا بالصلحه. هاي حنا قدامك يا حمدي، شو بدك تقول؟ انا بتحمل ذنبي من هالناحية، اللي هو انه انا حكيت عليه واللي بتأمروا فيه انا جاهز. ما بيعيبك شيء يا حمدي. ايه بس حنا ما كذب شيء من اللي قلته. بعدين من حق اهل الحاره يعرفوا ليش هيج هالهوجه علي لما فتحنا السيره القديمه. فيها شيء هاي؟ لا ما فيها شيء، لازم كلنا نعرف. لازم نعرف. الكلام عندك حنا. حمدي افترى علي واعترف بالذنب، انا مسامحه وما بدي منه شيء. سانت يا حنا. بارك الله فيك يا حنا، بارك الله فيك. بس مشان ما حدا يضل بقلبه شيء، احكي لنا الحكي الصح اللي بيثبت انه حكي حمدي افترى، وهيك بنكون سكرنا الباب. إيه هي ما صفت صلحة عمي. روح حنا. امرك ابو ضاي، بس شايف لك صاحب الحق صار محقوق. لا ما حدا قال هيك ابدا يا حنا. حمدي اعترف بغلطه قدام الكل وقال مستعد يبوس شواربك. صح الحكي يا حمدي؟ صح. اذا بدك هلا بوس. من بعد امرك ابو ضاي، ما بدي حدا يستسمحني ولا يحلفني. ما عليك شي حنا، جماعة سألوك وبدهم جواب. ما تغصبني ابو ضاي. معناتها مخبى شيء ولازم نعرفه. لازم يعني احكي. يلا هات. انت حقك ما تحكي، بس اهل الحارة هم مجتمعين مشان يعرفوا شو سيرتك. بتمون على الرقبة يا ابو ضاي، بس ماني مجبور احكي سيرتي شو ما كانت. لا يا حنا لا، كم سنة صار لك عايش بيناتنا، ما حدا منا مرة سألك عن سيرتك، بس هلا صار لازم نعرف ولا لا؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. ايه سيدي، انا ما كنت بعرف سيرة حنا ولا خطر لي يسألوا عليها، وهو حقه ما يكشفها. وبركي بتعنينا ابا ضاي. بإذن الله ما حدا حينظلم أبو صالح، ما حدا حينظلم. حنا بيحكي السيرة بيني وبينه، إذا حسيت إنه فيها شي بيعنيكم أنا بخبركم. حدا عنده اعتراض؟ اتكلنا على الله. عود حنا. بعد امرك ابو ضاي، اذا رحت برتاح اكثر. ما بيصير حنا، بدنا نتمم الصلحة. اذا حدا له حق علي يسامحني، انا مالي شي عند حدا، الله يسامح الجميع عمي. بس يا حنا تيسر انت حنا، ما حدا له عندك شي. العذرة تحميك ابو ضاي، معيتك عمي صالح. مشي خيي مشي. قلت لكم انه في شيء. عود على راسنا. اللي عمل عملتك عيب عليه يطلع حسه، لأنه عيب على الرجال تجيب معدل غيرها بالعاطل. بس ما في دخان بدون نار يا ابا ضاي. والحطب اللي ما بتشعل منيح بتطلع دخان يا أبو صالح، دخانها بيعمي اللي حواليها. حقك علي يا ابو ضاي، حقكم علي يا جماعه، وانا من بكره
من بكره رح فتش على حاره تانية اشتغل فيها. بتضل بحارتك وبتشتغل شغلتك وبتحكي اللي بدك اياه، من الوالي لغيره وغيراته، ما عليك حراج. بس إذا سمعتك عم تجيب معدل حدا أنا رح حاسبك، وهذا الحكي مو بس لإلك، هذا الحكي لواصف كمان. بتسمعني؟ أنا بخدمتك يا قبضاي، وأنا هلأ قدام الكل بدي أقوم بوس شوارب بحمدي أطلب منه السماح. هاي مالك اصلا هيدي صار اسمها صلحة. ريحتونا. صالح يا بيي وين الشاي؟ شكرا يا بيي. يا اهلا يا خي. الله يصفي القلوب.